السلام عليكم. مش اي حد يعمل الفطير المشلتت. ده الفطير المشلتت الفلاح على اصوله. كمل الفيديو وتعرف السر كله. نسمي الله ونبدأ وصفتنا. اول حاجة هنعملها ننخل الدقيق معاه، وهنا لازم ننخل الدقيق كويس. سر العجينة الكويسة الناعمة في نخل الدقيق، ونشيل منه اي تكتلات زي ما انتوا شايفين. انا هنا مش هضيف على العجينة بتاعتي بيكنج باودر، وهتشوف ازاي هي هتطلع هشة ومورقة وطعم حكاية. وهنا كنت خلصت نخلت الدقيق بتاعي كله، خلصت. هجيب الحلة بتاعتي اللي هعجن فيها. معايا هنا كيلو من الدقيق، هنزل بيه في الحلة بتاعتي زي ما انتوا شايفين. ومعايا طبق هنزل فيه بكوباية مية دافية. هنا انا هعجن بمية دافية عشان الجو هنا برد. نزلت بمعلقة سكر ومعلقة ملح وهقلبهم. لكن لو الجو حر نعجن بمية عادية من الحنفية ساقع. هنا انا نزلت بربع كوباية زيت على المية اللي هعجن بيها. هقلب المكونات بتاعتنا كلها مع بعض. حطينا معلقة سكر ومعلقة ملح وكوباية مية وربع كوباية زيت لكيلو الدقيق. هنزل على الدقيق بتاعنا، مش هنزل بكمية المية كلها. هنزل كده بالتدريج كده، كل ما احس ان العجينة عايزة شوية مية زود لها. والسر بتاعنا ان احنا هنا نعجن كويس. يعني انا هعجن كده شوية، ممكن 5 دقايق، وهسيب العجينة ترتاح، وهرجع اكمل فيها تاني 5 دقايق لحد ما العجينة بتاعتي تلم معايا وتكون ناعمة ومش بتلزق في ايدك. وهنا لازم برضو عشان الفطير يطلع مورق لازم ندهن الطبقات كويسة بتاعة الفطير بتاعي. هنا شايفين زي ما انتوا شايفين كده، عجنت فيها 5 دقايق. فانا هسيبها 5 دقايق كده العجينة تكون ارتاحت، وبعدين ارجع اكمل فيها عجين. هنا بعد ما عدى 5 دقايق رجعت كملت فيها عجين. هنا انا حبيت اصور مرحلة العجن كلها عشان تشوفوا ازاي ان انا عجنته. وزي ما قلت لكم سر نجاح الفطير في العجن. كده انا كنت خلاص خلصت. هنا انا بوريكم العجينة لازم تكون ناعمة ومش ناشفة ولا سايحة. وهقول لكم على سر كمان، ان احنا لازم في الشتاء العجينة بتاعتنا تبقى طرية ما تبقاش ناشفة، لان الجو ما يبقى بارد فالعجينة ما تنشف. لكن في الصيف نخلي العجينة بتاعتنا ناشفة علشان مع الجو السخونة العجينة اما تسيح تيجي تفرطيها تسيح منك. هنا انا قسمت العجينة بتاعتي لكورتين. يعني كيلو الدقيق هيعمل معانا اللي هي فطيرة كبيرة زي اللي وريتها لكم في اول الفيديو. بعد كده هدهن وش العجينة بتاعتي زيت، واغطيها واسيبها ترتاح ربع ساعة قبل ما افردها. دي الزبدة البلدي بتاعتنا هسيحها اللي هندهن بيها الفطير. هنا بعد ما العجينة ارتاحت هحطها على الطبلية بتاعتي او الترابيزة او الرخامة على حسب المتوفر عندك، وبالنشابة بتاعتي، وهفرد العجين. شايفين ما شاء الله العجينة اما تتفرد ازاي. هنا لازم اتأكد ان هي اتفردت كويس، وكلها زي ما انتوا شايفين ما شاء الله كده سمكها خفيف خالص. وبعد كده هنزل بالسمنة البلدي بتاعتي اللي انا سيحتها دلوقتي. لازم ندهن الفطير كويس. هنا الدهن الصح هو سر التوريجة بتاعتنا في الفطير. زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله انا دهنتها كلها. وبعد كده هبتدي ان انا اطبقها. هجيب الجنب ده كده واطبقه على الفطيرة، وبعد كده هضغط باطراف الصابع بتاعتي كده بحيث ان هي تمسك في بعضها. وهدهن الطبقة اللي انا طبقتها دي سمن. وبعد كده هجيب الناحية التانية عليها. انا هنا طبقتها كده زي مربع، يعني انت براحتك بقى على حسب ما تحبي، بس هي اما تطلع ما شاء الله زي ما انتوا شايفين. وهنا في ممكن تقولوا ان كمية السمن مثلا كتيرة، لا انا حاطة سمن بلدي فما نحب ناكله كده يعني. هنا انا كنت طبقتها كده وخلصت خلاص، هطبقها بس طبقة تانية كده وهشيلها، وهعمل التانية على طول. هنا محبتش اطول عليكم الفيديو، كنت فردت التانية زيها زي ما فردت الاولى معاكم بالنشابة وكده، وهبتدي ان انا اطبقها زي ما عملت برضو الاولى.
بس هنا الفرق ان انا هحط اللي انا عملتها الاولى هحطها في التانية دي، عشان الصينية بتاعتي كبيرة. لكن لو انتي الصينية صغيرة اعمليهم اللي هما اتنين، يعني في صينية واحدة، في صينية واحدة، في صينية. اهم حاجة تكوني فردتها كويس ودهنتها كويس بس، وتطلع خفيفة ما شاء الله وجميلة معاه. هنا انا بدهن التانية اهو. هجيب الفطيرة بتاعت التانية وهحطها وهطبقها كده زي ما انتوا شايفينها، ادهنها سمنة واطبقها كده، هيبقوا واحدة كبيرة، فطيرة كبيرة. وهنا بعد ما طبقتها كده زي مربع هطبقها تاني قبل ما احطها في الصينية كده، واحاول ان انا اخليها دوران كده مش مربع. بعد ما حطيتها في الصينية بتاعتي دهنها برضو سمن بلدي، هدهن الوش بتاعها واسيبها ترتاح حكاية 10 دقايق كده قبل ما افردها. هنا بعد ما ارتاحت 10 دقايق هفردها وادخلها الفرن. لازم نريح العجينة شوية قبل ما نفردها، قبل ما تدخل الفرن عشان تتفرد معانا بسرعة. هنا انا كنت عملت كام فطيرة يعني، فانا مقطع الفطيرة دي مثلثات كده، اقطعها مربعات وبعد كده ارجع اقطعها مربعات تاني واعملها مثلثات، واعمل لها شربات او سيرب تقيل اسقي بيها اول ما تطلع، اسقي بيه الفطير. ده اسمه فطير بسكر. احنا عندنا لما نعمله دوا نعمل واحدة بسكر وواحدة بملح. الفطيرة دي بعد ما ناكل اللي هي الفطيرة ام ملح مع الجبن الحادق مع العسل والقشطة، الفطيرة دي ام سكر وما نحل بيها، يعني ناكلها بعد الاكل كتحلية. جربوها وان شاء الله هتعجبكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك عشان يوصلكم كل جديد، وما تنسوش تصلوا على النبي في التعليقات. قبل ما ادخل الصينية معاكم الفرن لازم الفرن نكون مسخنينه قبلها كده ب10 دقايق يكون سخن علشان الفطير بتاعنا يستوي كويس. هنا انا كنت قطعت المربعات، هقطعها تاني عشان تبقى مثلثات زي ما انتوا شايفين. انا حبيت ان انا اوريكم كل حاجة. هنا انا كنت خلصت ودخلتها الفرن. اول ما ادخلها الفرن واقفل الفرن عليها، وبعد كده بعد 10 دقايق افتحه واحرك الصينية كده والفها، وبعدين اقفل عليها تاني. هنا ما شاء الله كانت استوت زي ما انتوا شايفين. ودي الفطيرة التانية اللي هي مش بسكر، ودي واحدة تاني. ما شاء الله انا عملت يعني 4. هنا بعد ما طلعت الفطير كان برد تماما والشربات كان سخن. هسقي الفطيرة اللي هي مسكر بالشربات. عايزاكم تجربوا الفطيرة دي المسكر دي وتقولوا رأيكم في الكومنتات. ان شاء الله تعجبكم. اللي عايز يحط مكسرات وانتي ما تطبقيها كده تحطي عادي جواها المكسرات، هبقى اعملها لكم مره تانية بمكسرات. اتمنى الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا من الطريقه، وان شاء الله هعمله لكم اللي هو ازاي تسويه على البوتاجاز من فوق من غير فرن، اللي ما عندوش فرن. ما شاء الله الله اكبر زي ما انتوا شايفين التوريقه واللون والطعم الجميل بتاع الفطيره. الله اكبر ما شاء الله.